تمام. طبعا المناظر اللي انت لسه شايفها ديت لناس يا اما مثيرين للشفقه يا اما صعبوا عليك، ولو صعبوا عليك فمعلش واسمح لي اقول لك انت عبيط يا اسطى، لانك لو جيت تركز فيهم شويه هتلاقي انهم ناس لا عندهم شغلانه ولا عندهم موهبه ولا يفقهون، بل وممكن تلاقيهم ناس فشلوا في حياتهم الاجتماعيه والاسريه والتعليميه والاخلاقيه، فيبصوا كده يلاقوا ابلكيشن او تطبيق سميه زي ما تسميه ويلاقوا انهم هيكملوا حياتهم في التهزيق والشحاته والذل. ايه ده؟ لقوا الموضوع عاجبهم؟ تمام. وطول عمرنا عارفين ان الشحات بيكسب اكتر مني ومنك، بس هل انت عندك استعداد تشوف مثلا واحد شحات راح يجيب سندوتش شاورما سوري اللي انت عمرك ما دقته فتقرر خلاص بقى انا هبقى شحات زيه؟ اكيد لا. لو قلت فتعالى واتس نتفق على ميعاد ننزل نشحت فيه سوا. لكن لو هنتكلم جد فانا عندي استعداد ان انزل يطلع ميتيني واخد 1200 في الشهر، او اعمل محتوى على اليوتيوب والناس ما تشتركش على اني اطلع في تطبيق زي ده. الحمد لله. ممكن بس تطلع بره الشاشه يا استاذ هيما عشان نلعب مع مراتك؟ لان لحد دلوقتي نفسي اشوف بني ادم طبيعي مشهور على التيك توك والناس بتحبه او عنده معجبين بجد. يعني من الاخر التيك توك دلوقتي بقى عامل زي شارع عباس العقاد للشحاتين، بس بدل ما تلاقي محلات زي التوحيد والنور هتلاقي ناس بتقول ادعموني بالله عليك. فيلا بينا نفتح الملف الاسود لعالم التسول. خليني اقول لك بقى، عالم التسول على التيك توك ده مش سهل خالص يا صاحبي، ده في تنظيم، في مدارس، في ناس دخلت التاريخ من اوسع لايف، ناس حولت البؤس لمحتوى والدموع لهدايا، ويا جماعه انا جعان بقى بيزنس بيكسب اكتر من موظف بنك. ومن كتر ما بقيت بتفرج على التيك توك حسيت اني دخلت موسوعه الشحاتين 2025. هتلاقي مثلا واحد جايب مراته وعياله قاعدين يشحتوا كانها سهره عائليه، وواحده محتواها مقرف ولايفاتها مقرفه اكتر منها. وممكن تلاقي نفسي فاتح لا اسف يا جماعه دي كانت غلطه في السكريبت. زمان كنت اشوف الناس ديت واقول هو في حد يطلع يعمل كده بكامل القوه العقليه؟ بس الكلام ده كان زمان قبل ما افهم ان الشحات اللي بياخد 4 وردات في اللايف بيسيب كرامته وهو بيقفله. والمرعب ان في نوع تاني اخطر، كل ما يطلع لايف بيكسب اكتر وكاريزمته بتزيد اكتر. وطبعا احنا عارفين الفلوس دي بتدخل له منين، بس لو لسه مش فاهم هسيب لك رابط في الوصف يشرح لك المصيبه بالتفصيل الممل. والمصيبه الاكبر مش اللي بيشحت على التيك توك، المصيبه الاكبر اللي بيتعاطف معاه، وبدل ما يفكر يروح يهاجم اي حد بيقول الحقيقه ويقول له ما انت كده بتشحت زيه او انت بتتكلم عشان تطلع ترند على قفاه. وعشان كده انا مش عامل الفيديو ده عشان اقول لك بص ابن بيشحت ازاي، علشان كده انا هقول لك ايه الفرق بين الشحاته والمحتوى الحقيقي، لان الفرق بينهم فرق كرامه قبل ما يكون فرق موهبه. الفرق بين اللي بيعمل محتوى حقيقي وبين اللي بيشحت على التيك توك هو نفس الفرق بين واحد بيبني عماره وواحد بيقف جنبها ويقول لك اديني شقه بالله. المحتوى الحقيقي بيبدا بفكره، تقعد تفكر وتكتب وتعدل وتمنتج وتستنى ربنا يكرمك بواحد يعمل لايك بالغلط. اما الشحاته فالموضوع بسيط جدا، تفتح لايف تعمل وش مكسور وتحط عنوان انا تعبان ومفيش حد حاسس بيا، وهوب تيجي الهدايا من كل حته كانك بتبيع كباب مش بتشحت. اللي بيعمل محتوى حقيقي ممكن يفضل شهور يتعب على فيديو واحد ويجي في الاخر يلاقي كومنت يقول له فين الضحك او فين المحتوى اللي بتقدمه. بينما اللي بيشحت اول ما يقول انا جعان تلاقي جاله 4 تيجان وميكروفون ذهب وحبه ورد كانها في خطوبه. المحتوى الحقيقي محتاج مجهود وتركيز ووقت، انما الشحاته محتاجه موبايل وشويه دموع، ولو معاك عيل بيعيط تبقى VIP. والمحتوى الحقيقي هدفه يضيف حتى لو محدش بيتفرج عليه. الشحاته هدفها تاخد حتى لو كل اللي بتقوله كده، وفي الاخر الناس اللي بتقعد تضحك عليك وتقول لك يا عم هو انت فاكر نفسك احسن منهم؟ لا يا باشا، الفرق ان الناس اللي بتقدم محتوى وبيتعبوا فيه مش عايزين يبيعوا كرامتهم في لايف. بس لو دي كانت نهايه القصه كنت قلت ماشي، كل واحد حر عايز يبيع نفسه يبيع، انما المصيبه الحقيقيه ان اللي بيتفرج مش دايما واحد بالغ، في عيال صغيره قاعده بتتفرج وساكتين وبيتعلموا من غير ما ياخدوا بالهم. العيال دي بقى بالنسبه لها النجاح مش تعليم ولا شغل، النجاح بقى انك تفتح لايف وتقول انا جعان وتستنى الجواهر. اللي المفروض يحلم يبقى دكتور او على الاقل بني ادم عنده موهبه بقى بيحلم يبقى شحات لايف. الجيل اللي جاي بيتربى على ان التعب ملوش قيمه وان اي حد ممكن يكسب لو عرف يمثل كويس. التيك توك دلوقتي مش تطبيق، ده بقى مصنع تفاهه بيصدر لك فكره ان الكرامه ملهاش لازمه طالما بتعرف تقول دعموني بطريقه توجع. ممكن طبعا يكون فيها فيديوهات مفيده بس دي النسبه ما بتتعداش ال 10%. نفس الكلام على اللايفات، انك تلاقي لايف بني ادم قاعد مش بيشحت فيه او بيقدم معلومه برضه نفس الكلام هتلاقيها بنسبه ما تتعداش ال 1%. تعالي يا مره حط دماغك تحت رجليا يا مره. وخلاص كده ما عنديش كلام تاني اقوله. بس لو انت لسه مكمل معاه لحد هنا فانت من الناس الفشيخه اللي بتحب فيديوهاتي، ولو عايز تاخد ختم الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه عندك ده زرار الاشتراك، وده فيديو متاكد انه هيعجبك جدا لو اتفرجت عليه. سلام.